هتعمل ايه لو لقيت نفسك عايش في المقابر؟ بتنام وتصحى على خبر حالة وفاة، وتسمع صوت ناس بتصرخ وناس عمالة تعيط، وتروح تساعد في تجهيز القبر علشان ننزل المتوفي، وبعدها تقفل القبر ونردم عليه بالطوب والأسمنت. دي حياتي اللي أنا بعيشها كل يوم وأنا راضي بيها، ودايما بقول الحمد لله على كل حاجة. موضوع كبير ولسه شكلنا قاعدين حبة حلوين مع بعض. لو كنت وصلت لحد هنا اتأكد ان اللي جاي أصعب مما تتخيل. لو كنت بتتابعني من اليوتيوب أو التيك توك فأنا عاوزك تلبس أو تلبسي الهاند فري علشان تركز في التفاصيل، وأنصح ما تعليش الصوت علشان في مؤثرات ممكن تسبب مشاكل. ورابط القناة والتيك توك في صندوق الوصف. ولو كنت بتتابعني من على صفحتنا على الفيسبوك فالقصة بتنزل مكتوبة للناس اللي ما بتحبش تسمع وبتحب تقرأ. القصة بتنزل مكتوبة بعد عرضها على اليوتيوب أو التيك توك بعدها بيوم. يعني مثلا القصة هتنزل النهاردة فهي هتنزل بكرة على الفيسبوك قراءة. القصة دي من تأليفي والأول مرة على القناة هنا، ولما تكون من تأليفي اعرف إن هي هتكون من العيار التقيل قوي. معاكم أحمد سمير. بالمناسبة علشان مش عايز أطول أكتر من كده، مواعيد نشر القصص هيبقى يوم السبت والحد الساعة 10 بالليل. احنا كده ثبتنا المواعيد، هتبقى كل يوم سبت وحد الساعة 10 بالليل. ولو كنت بتحب القراءة زي ما قلت فانت معادك يوم الاثنين الساعة 8 على صفحتنا على الفيسبوك. الصفحة اسمها رابع على الهامش، والرابط هيبقى موجود برضو في صندوق الوصف. جاهزين؟ يلا بينا نبدأ. أنا اسمي عبد الرحمن حسن، عندي 25 سنة. والدي حسن راجل كبير في السن وعمره 50 سنة، وعلشان حكم سنه الكبير وأنا الأكبر في إخواتي فكنت بساعده في شغل دفن الموتى. أمي الست سميرة هي كمان كبيرة في السن ونظرها بعافية شوية. إخواتي بقى أخويا يوسف الوسطاني وده عنده 15 سنة، والتانية شروق ودي عندها 10 سنين. كده طبعا عرفتوا عيلتي. أبويا دفان في مقابر الصدقة. دفان يعني بيدفن الميتين. قاعدين في حوش في المقابر، أوضة صغيرة كلنا عايشين فيها. أنا كنت بدرس وعلشان خاطر ظروفنا مش ولا بد فسبت التعليم وقلت أساعد أبويا وأمي وعلشان برضو أخد بالي منهم، وبرضك علشان خاطر المصاريف كنت موصي كام واحد من صحابي لو في أي شغلانة سريعة اللي هي يوم أو يومين يكلموني أروح أعملها. تقريبا كل يوم حد يكلم أبويا ويقول له جهز مدفن في حالة وفاة هتيجي بعد نص ساعة أو ساعة. كنت بروح مع أبويا وبنظبط الدنيا. الأجواء في المقابر هي هدوء وراحة، لكن جرب كده تبقى قاعد قدام المقابر بالليل وشوف كم الأفكار اللي هتجيلك والأوهام إن في أشخاص حواليك. أنا كنت مفكرة أوهام وكنت بقول متهيألي، لكن لما حكيت لأبويا قال لي لأ دي مش أوهام، دي حقيقة. وارد يكون روح حد من الميتين كانت معدية صدفة وانت قاعد فحسيت أو شعرت بوجوده. عمري ما انسى يوم كنت نايم وصحيت على صوت حد بيقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله، ومع الصوت ده صوت ستات بتصوت. الصوت كان جاي من بعيد لكنه بيقرب واحدة واحدة. بصيت في الساعة لقيتها الساعة 2 بالليل. الناس دي قربت مننا وشفتهم، كانوا راجلين 2 وشايلين النعش. وصلوا عند باب الحوش. يا عم حسن، عم حسن، يا ريس، وعمالين يخبطوا على الباب. انا طلعت لهم جرايه يا جدعان، انتوا مش عارفين ان السويت على الميت حرام؟ بس كويس انكم عرفتوا تسيطروا على الحريم اللي كانت معاكم. لقيتهم بيبصوا لبعض. سويت ايه وحريم ايه؟ محدش صوت، ومين اللي هيصوت؟ احنا بس لوحدينا مع الميت. ازاي؟ امال صوت السويت اللي انا كنت سامعه ده ايه؟ انا متاكد اني كنت سامعه فعلا. واحد منهم قال امال فين عم حسن؟ صحونا عشان عايزين نسلم الامانه للي خلقها. قلت لهم انا ابنه وجاي معاكم. خدت المفاتيح ورحت فتحت التربه وظبطتها وعملنا اللازم، ونزلنا الميت وقفلت الباب وقفلت عليه بالطوب والاسمنت زي ما متعود مع بابا. على فكره انا اول مره اعمل الشغل ده لوحدي. مش عايز اقول لكم كنت قلقان وخايف لدرجه ما تتوصفش.
سألتهم عن اسم الراجل الميت أو فين أهله. لقيتهم سكتوا شوية وبعد كده حد رد وقال الراجل ده كان وحيد وملوش حد واحنا جيرانه، وسابوني ومشوا. وانا مشيت، لكن وانا ماشي عبد الرحمن سمعت صوت حد بينادي عليا. وقفت بصيت يمين شمال ورايا مفيش حاجة. بابا انت هنا يا بابا؟ مفيش رد. رجعت كملت ماشي تاني، لقيتني خبطت في حاجة ووقعت على الأرض. لما وقعت ايدي زي ما تكون سندت على رجل حد، رجل متلجة ومخشبة. كل اللي كان على لساني ايه ده ايه ده ايه ده. لقيتني صحيت من النوم على صوت ابويا. في ايه يا عبد الرحمن مالك في ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خد يا ابني اشرب كوبايه الميه دي واستهدى بالله. شربت الميه وقعدت على السرير وبحاول اخد نفسي وعمال افكر اللي انا شفته ده ايه، ده كان بجد ولا حلم، ولا هو حلم جوه حلم. انا مش فاهم حاجه، بس اكيد حلم اكيد. تليفون ابويا رن وخد الموبايل وخرج، وانا قاعد عمال افكر بس ودني مع بابا عايز اسمع بيقول ايه. لقيته بيقول خلاص ماشي باذن الله كل حاجه هتكون جاهزه في انتظاركم، وقفل. تعالى معايا بسرعه في حاله وفاه جايه مستعجله، والناس كلموني وبيقولوا لي دي حاله خاصه ولازم تدفن بسرعه. تعالى نجهز المكان. خدنا المفاتيح ورحنا. فضلنا ماشيين لحد لما وصلنا للمدفن. دي هي نفس المدفن اللي دفنت فيها الراجل اياها، فاكرينه؟ ازاي ممكن تكون صدفة؟ قربت من ابويا وقلت له انا عايز احكي لك حاجة. انا لما صحيت من النوم كنت بحلم حلم غريب، وراجلين جابولي حالة وفاة وانا رحت لوحدي وفتحت القبر ده ودفنته فيه، وقلت له على كل التفاصيل اللي شفتها. كان رد ابويا صدمني. ابويا قال لي يا ابني ده حلم وما تركزش فيه، ما احنا ياما حلمنا واشبه بالحلم بيتحقق، ما تاخدش في بالك. والوقت عدى وظبطنا الدنيا والمتوفي جه، والاغرب الناس اللي كنت مستنيهم وصلوا، راجلين شايلين النعش. لا طبعا ده انا صح، نفس اللي حصل في الحلم بيحصل في الواقع. لقيت نفسي بقول للبابا بلاش ندفنه هنا، انا مش مطمن. انت بتقول ايه يا ابني مش هينفع؟ ايه هنقول لهم لا مش هيدفن وهتودينا في داهية؟ يا بابا انا مش مطمن للي هيحصل، خليك فاكر انه قلت لك بلاش. انا خدت جنبه وقفت بعيد اتفرج عليهم. قلت لابويا اساله كده فين اهله ولا اي حاجه، وفعلا سال واحد من الاتنين. رد وقال له ده جارنا وملوش حد وكان لوحده، واكتشفنا موته لما ريحته فاحت، وبلغنا الشرطه وجات والاجراءات كلها خلصت واذن الدفن طلع. المهم خلاص اتدفن والناس مشيت، وانا وابويا راجعين للحوش تاني. اتشطفنا وقاعدين، وواحد صاحبي كلمني وقال لي في شغلانه وهنقعد فيها 3 ايام. قلت لابويا وامي اني هطبق 3 ايام في الشغل ومشيت. قابلت عيسى صاحبي وركبنا ورحنا مكان الشغل، وبدأت شغل وكل حاجة ماشية تمام. اول يوم عدى بخير وتاني يوم، لكن في نهاية اليوم التاني موبايلي رن. رديت، كل اللي كنت سامعه صوت امي وهي بتعيط وعمالة تقول يا حبيبي يا ابني انا عايزة ابني حسن دور لي على الواد. وابويا يقول لها طيب اهدي هنلاقيه ان شاء الله، هيروح فين يعني؟ كل الكلام ده انا سامعه ومحدش عبرني اصلا في الكلام، زي ما يكون اللي اتصل من وراهم علشان يسمعني الحديث اللي بيدور بين ابويا وامي. الساعة تقريبا كانت 11 بالليل والدنيا كلها كانت ضلمة. وصلت الحوش لقيت امي وابويا منهارين من العياط. قلت لهم ايه اللي حصل؟ امي ردت وقالت اخوك يوسف اختفى وما نعرفش راح فين، هو كان بيلعب هنا مع اخته. ولقيت البت جايه بتقول لي يا ماما يوسف مش عارف استخبى فين. كنا بنلعب السوقمايه وهو كان بيستخبى وفضلت ادور عليه ومش لاقياه. طيب يا جدعان اهدوا وانا هدور عليه وان شاء الله هنلاقيه. هديت امي وقلت لها عشان خاطر اختي البت الصغيره خايفه اهدي. خرجت ادور عليه، مشغل كشاف موبايلي وعمال ادور هنا وهنا وانادي يا يوسف انت فين؟ سامعني يا يوسف؟ ولا في اي رد. وانا ماشي سمعت صوت خبط وحاجات بتقع ويسكت، واسمع تاني صوت ضحك ويرجع تاني صوت الخبط والحاجات اللي بتقع.
انا مشيت ورا الصوت لحد لما وصلت علشان اشوف يوسف اخويا بيعمل ايه، وللحديث تكملة. طبعا عايزين تعرفوا هو كان بيعمل ايه، لكن علشان التشويق استنوني في الجزء التاني. وطبعا تحضيرات الجزء التاني اشد من ده، فاستنوني يوم السبت الساعة 10. لكن بكرة بإذن الله هيكون قصة من تأليف حد تاني، وهنذكر طبعا اسمه في القصة. لو عجبتك اشترك في القناة وتعليقك بكمل علشان اكملها لكم، واعمل لنا لايك ومتابعة لصفحتنا على الفيسبوك والتيك توك. سلام. كان معكم أحمد سمير.